نخش على طول عشان عارف الوقت بتاعكم غالي. اول حاجه الخطه بتاعتنا، البلان بتاعتنا. اول حاجه ان احنا نحدد بلان، هنذاكر قد ايه في اليوم، هنذاكر لمده قد ايه، وايه المواد اللي احنا هنذاكرها في المده دي. مثلا يعني هذاكر لمده اسبوع او 10 ايام، هذاكر كل يوم ما بين 4 ل 5 ساعات، هذاكر مواضيع 3 4 مواد، بايو مثلا، فيزيكس، كيمستري، ايا كان. فاول حاجه بحدد الخطه عشان اعرف عقلي هي دي الخطه اللي احنا نمشي عليها، وتبقى الحاجات قدامي عارفه انا اعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه. فاول حاجه ان احنا نحدد البلان بتاعتنا. تاني حاجة مش من الذكاء خالص اللي اني في وقت امتحانات، في وقت حرج، وابدا اجيب الكتاب الكبير بتاع المادة والكتاب الاساسي بتاع المادة، وابدا ان انا اذاكر واقرا من كتب هنا وابحث عن معلومات هنا. مش من الذكاء خالص. انت مش بتحضر دكتوراه في الوقت ده. دلوقتي احنا بنستخدم السمري، الملخص بتاع كل جزئية او بتاع كل شابتر او بتاع كل كتاب لو ممكن. انت بتمسك الملخص، بتمسك الحاجات اللي فيه، تذاكرها كويس، تركز عليها كويس، عشان الحاجات دي هي مواضع الامتحان الأهم فالمهم.